السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبهنا وبسعادة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالى يا قمر. زين عايز يسلم عليكم ويقول لكم ازيكم يا اجمل خالتاته في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة. النهارده حبيت ابدا معاكم الفيديو بالمنظر الجميل للميه بقى والكورنيش بتاع النيل والجمال بقى اللي احنا كنا فيه. كنا راكبين المعديه قبل ما نخش على الروتين والشغل الجامد. طبعا عندنا شغل كتير النهارده. بصوا انا هغسل الحفه والحاجات دي لان انا بحطها على الارض، بنيم الاولاد عليها، يعني بفرش الحفه على الارض وكده. فحسيت اتوسخ. الولاد كل شويه بقى ايه طبعا مستلمينه لان انا ببقى فرشاه، فمتدفيين مش بنشيله، بيسيبوه على الارض طول اليوم هم قاعدين عليه فوسخوه. فاسهل طريقه واحسن طريقه تغسلي بيها اللحاف الفايبر هي دي بقى. لو ما عندكيش بانيو زي حالتي كده، تجيبي بقى بلاستيكيه واسعه وكبيره وتقومي حاطه فيها اللحاف بتاعك، تنقعيه ساعه 2 3 لو متوسخ قوي، وحطي عليه كلوركس الوان وبرجليكي كده تقفي في ايد بطبطيه، بصي فرهديه. بصراحه دي اسهل طريقه جربتها. بسيبه بقى شويه وبحط عليه كلوركس الوان او اي حاجه عندك لازاله البقع. ولو عندك بقى اللهلوبه بتاعه مايوي دي خطيره في البقع، تحطي منها شويه معلقه كده على اللحاف وتسيبيه لغايه لما ينزل بقى البقعه بتاعته كلها براحته. سيبيه ساعه ونقعيه في ميه تكون فتره يعني دافيه شويه، وتغيري الميه. طبعا انا غيرت الميه عليه مرتين، وهسيبه بقى يا جماعه منقوع شويه وبعد كده هرجع اشطفه. اي معطر بقى بتفضليه حطيه. لو عندك بقى معطر زي اللي عندي سيكريت جاردن ده جميل، لو عندك شاور جيل برده ريحته حلوه حطيه، مش هيخسر يعني. المهم تحطي معطر ريحته لطيفه عشان تشمي دايما الريحه بتاعت كده ايه اللحاف وانتي متغطيه بيه. طبعا يا جماعه انا كده بقى هشطفه اهو. حطيت شويه معطر وهدخله كده في الميه اشطفه، وبرده هشيله واحطه مرتين 3 لغايه لما الميه بتاعته تبقى شفافه كده ونظيفه، لان هي الميه يعني زي ما تكون متوسخه تراب، بس هو مش متوسخ قوي. بس هو الفكره ان انا ما بحبش اشم اي ريحه وحشه في اي غطا بتغطى بيه، لازم كده اشم ريحه منعشه. فانا بقى بغسله وهحطه عندي عادي في البلكونه علشان خاطر ينشف. يعني الجو هنا في القاهره لسه مش برد قوي، يعني هو ساقع شويه بس مش برد جامد يعني زي بقى المنصوره لما كنت فيها الاول. اللي وريته لكم ده دلوقتي ده يا جماعه معجون سنان بتاع زين، جبته له مع الفرشه اللي انا كنت وريتها لكم قبل كده، فرشه الاطفال. بصوا هنا بقى بغسل الرف، ما كانش نظيف والمرايه برده ما كانتش نظيفه، فقلت بقى لازم اغسل الرف والمرايه طالما ايه انا دخلت بقى اشتغل في الحمام واغسل الحنفيه كمان. بصوا كده ايه ملحوسه كده مش نظيفه، فقلت برده اغسلها. بدعكها بالسلكه بتاعتي وما بتاخدش وقت معايا خالص، وبتبقى الحاجه كلها فله. الحوض بصوا حالته برده متدهوره اهو زي ما انتم شايفين، هننضفه برده مع بعض ونخلي المكان كله نظيف. وبرده هشارككم الخروجه، هفرجكم احنا عملنا ايه ورحنا فين. بصوا حبايبي انا هخرج ان شاء الله النهارده. هروح عايزه الف كده لفه محترمه على بتوع الاجهزه الكهربائيه عشان اشوف موضوع الغساله بتاعتي. لو حد يعرف نوع غساله تكون حلوه وسعرها حلو كده ومهود يكتب لي في التعليقات، يكون جزاها الله كل خيرا. بصوا بقى زين عمال ينده على العصفوره، مسميها عصفوره بيقولها حرفين بس عين وفا. هنا بقى بشطف الرف حبايبي وبقى زي الفل اهو. عصفوره تتا يا حبيبي. ماشي يا زيزو قول باي وهتقع. دلوقتي بقى زين بقى مجرم، لو انتوا بقى يعني هطلعوا لكم كده في يوم تشوفوا الشقاوه بتاعته، كل يوم يجنني. بصوا خلينا المكان زي الفل اهو. بصوا انا قاعده فين هوريلكم اهو. بقعدوا على القعده وقت ما اكون بشتغل، لان انا لو بصوا قعدت معاه مش هخلص حاجه. بقعدوا كده على القعده وانا محرصه. تعالوا بقى نخش ننشره. انا بحطه يا جماعه على الحديده دي لان المنشر عندي مسقط لتحت قوي، فبخاف ياخد الحاجه ويقع بصراحه. انا عندي المنشر الداخلي بس الحاجات دي مبلوله قوي، فبخاف برضو تخليه يصدي او كده، فالحاجات دي بحطها على الحديده هنا. وساعات لما بيكون جرانا اللي تحت مش ناشرين بنشر على الحبل عادي خالص، ما عنديش مشكله. بس ولا تعالى حبيبي اتفرج على ماما يلا حبيبي. ماما مش بابا، بقولك بابا ماما. المهم اخواتي الغاليين ما تاخدنيش في روكا كده بقى وتنسوني، حطوا له لايك حلو كده زيكم وتعليقات كتير كده بذكر الله. وكمان ما تنسيش تتكي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو اشتراك او سبسكرايب، وتعملي لي كومنت وشير حلوين كده زيك يا قمر يا ست الكل. واهم حاجه بقى اللايك عشان ده بيفرحني وبيسعدني جدا. خلصت كده حطيت اللحاف اهون على الجهه الثانيه. عايزه اقول لكم اللحاف ده جميل قوي يا جماعه، دبل فيس على الجهتين، فهو رائع بجد حلو ما شاء الله. ده كان جاي لي من السعوديه في الجهاز بتاعي، فبجد ما شاء الله بقاله سنين عندي وجميل قوي.
هنا خلاص خلصنا بقى النشير وظبطنا الدنيا. نخش بقى على التقيل بقى، نشوف بقى ايه اشترينا ايه في اوضه النوم وجبنا ايه جديد النهارده. وكمان هنعمل اكله حلوه النهارده وسريعه. تمام. هو كده بالظبط. بصوا الغسيل اهو، انا وريته لكم انا بغسل على ايدي زي ما انتم عارفين. يلا اقعد. ايه اتخبطت؟ معلش. تعالوا بقى اقول لكم جبت ايه يا جماعه النهارده. الحاجات دي كنت عايزه اجيبها من زمان قوي. بصوا بقى انا جايباهم بسعر لقطه. بصوا دي حافظات او حاجه بنرتبها كده وبنحطها على التسريح. عايز ايه يا زين؟ بنحطها فرح اهي. بنحط بقى الحاجات دي على التسريحه، تحطي بقى فيها قصافه، تحطي فيها الخيط، تحطي فيها يا جماعه التوك بتاعت بنوتك، الميك اب بتاعك. دي منظم كده للادراج بتاعت التسريحه، بجد حلوه. جبت الواحده بكام يا ام سيف؟ جبت الواحده يا جماعه ب5 جنيه. نزلت كان الراجل واقف كده بعربيه، فبقول له يا دي بكام؟ انا كنت سالته قبل كده من زمان قال لي ب20. قلت له كنت وقتها استغلتها بصراحه، رحت له كده بساله بقول له دي بكام؟ قال لي دي ب5 جنيه. قلت له معقول؟ قال لي انا هم عندي من زمان وانا هبيعهم الاثنين، هتاخدي الواحده ب5 جنيه. قلت له طيب خلاص ماشي. المهم جبت الاثنين وقلت بقى انظم الدنيا عندي. وعايز بس اقول لكم برده نصيحه بالنسبه بقى للمرتبه بتاعه الاوضه بتاعتك، مرتبه السرير. لازم يا جماعه اللي هي الجاهزه دي يا جماعه، مش القطن، الجاهزه دي لازم كل 6 شهور تغيري المرتبه على الاتجاه التاني عشان بتهبط يا جماعه. فما ينفعش تسيبوها على نفس الاتجاه، لازما ولا بد تغيري الاتجاه بتاعها. انا غيرتها وشلت الكفر بتاعها عشان اغسله لانه كان متوسخ، وشلت الملايات وهحط ملايه جديده وهحط الحافظه دي او الدفايه دي، وهرص شويه الهدوم بقى في الدولاب وهنظبط الدنيا. طبعا زين مش مرتاح يا ابني، هتقع مفيش فايده. بصي انا ما بتكلمش، زين بيحسسني ان انا بهاتي، انا بكاكي يا جماعه. المهم اخواتي الغاليين، شويه الهدوم بقى دي لازم ارصها لان الولاد عندي يوميا والله العظيم بيوقعوا لي الهدوم من الدولاب، فطبعا لازم كل شويه ارص وراهم والم وراهم. وطبعا هكنس المكان هنا بالمكنسه وهظبطه. بس يعني لو زين سابني لانه عمال رايح جاي على الرينج لايت اللي حط عليها الحامل اللي حط عليه التليفون فهيوقعهولي، فانا لازم اخد بالي من الحاجه بتاعتي برضو عشان خاطر لو وقع لي التليفون الشاشه اصلا ضربه انا مغيرها قبل كده. المهم انا هحاول كده افضل معاكم لغايه لما بقى هو يسيبني. يعني لو ساب التليفون في حاله ان شاء الله هظبط الدنيا معاكم وهمسح الارض معاكم. لو ما سابنيش خلاص انا هشتغل انا بقى مع نفسي. وانا قلت لكم انا عملت ايه بعد ما بخلص، لان بصوا حتى الضرفه بتاعه الدولاب عمال يزقها من تحت هيوقعها عليه. طبعا الجرار ده اتفك، بس كل شويه جوزي يقول لي هركبها لك، حاضر من عينيا كده يعني. يلا بينا بقى نخش على المطبخ عشان نشوف هنعمل غدا ايه. بصوا بقى النهارده عملت 10 سندوتشات حواوشي من ربع كيلو لحمه مفرومه. زودت اللحمه المفرومه بطاطس مهروسه وضربتها جامد كده معاها في الكبه مع اللحمه مع البصل مع الفلفل، وحطيت خلطه الحواوشي بتاعتي وجهزت ل10 سندوتشات. طبعا النور كان قاطع معرفتش اصور. المهم بقى هنا انا هسويهم. انا عملته في العيش اللي هو برده سويته على النار، حطيته على النار شويه كده فوق على البوتاجاز لغايه لما خد وشي معايا من فوق ومن تحت. وعايزه اقول لكم طالع قمر، ال10 سندوتشات تحفه. تعالوا فرجكم كده، واللحمه مستويه ودايبه كده وقمر، حاجه تستاهل بقكم. عملت معاه ايه بقى؟ عملت معاه سلطه الطحينه، وعملت معاه شويه مخلل، وعملت كمان خيار وطماطم سلطه، وده حلو قوي. بصوا يا جماعه شكلها قمر وسخنه كده، بصوا يامي الواحد جعان والله. يلا بينا نروح بقى نتغدى وبعد كده نلبس وننزل بقى نتمشى شويه على الكورنيش. وهروح كده يعني الف كده على المحلات ان شاء الله بتاعت الاجهزه الكهربائيه. ما تنسوش اللي يعرف نوع غساله يكون حلو وسعرها كده حلو وعلى قد الايد والنبي يعرفني يكون جزاها الله كل خير ان شاء الله. بس سيف وفرح. بصوا بقى هنا احنا كنا بنتمشى كده في الجناين، الولاد مبسوطين بالجو يا جماعه، الجو جميل حلو كده وكانوا فرحانين قوي بالخروجه وعمالين يجروا. البحر منظره جميل، او النيل، ده نيل مش بحر بقى. النيل شكله حلو، بس احنا عندنا في المنصوره بنقول على اي ميه كده يعني بتجري ده بحر. ده الكورنيش بتاع النيل، وهنا بقى الجناين اللي حواليه جميله قوي. فضلنا قاعدين نتمشى كده وعما نروح نوصل للمعديه عشان احنا هنعدي البر التاني ونروح نسال هناك لعل وعسى يكون في حد عنده الغساله بسعر رخيص. وان شاء الله كده يا رب يعني اتوفق واجيب واحده تكون سعرها حلو، لان انا سامعه ان الاسعار غليت قوي. ربنا يعيننا يا رب ويلطف بينا ويقوينا على تربيه اولادنا في اليومين الصعبين دول. هنا بقى فضلنا بنتمشى كده. عايزه اقول لكم المنظر جميل. تعالوا اتفرج على سيف وفرح. وانت كنت معانا بس انت بقى كنت شقي جدا. فرح وسيف. المهم بقى فضلنا نتمشى كده يا حبايبي،
كل ده بنتمشى طريق كده لحد لما نوصل لحد الايه السفينه او المركبه اللي هنركبها. بس حبيت اشارككم كده ايه الميه شكلها يجنن، والمنظر الميه كده جميل، والولاد بقى فرحانين. فاقل خروجه بجد بتبسط الولاد. حبيت ان الخروجه تكون بالنهار عشان افرجهم على الجنينه، لان هم زهقانين بقالهم شويه، بقالهم كتير مش بيخرجوا. فماما عايزين نخرج، قلت لهم خلاص حاضر، هفسحكم وهمشيكم حبايبي، وان شاء الله كده تتبسطوا معايا. هنا بقى فضلنا ماشيين ونتفرج على النخل، وكان في ناس واقفه بتصطاد. عايزه اقول لكم المنظر تحفه، المنظر بجد يا جماعه. على الحقيقه كمان غير التصوير رائع، حاجه كده تفتح وتخلي الواحد فرحان جدا والله العظيم. بصوا هفرجكم فرح بقى بوشها بقى مزنهر كده من كتر ما هي قعدت تجري. فرح هي زيزو. بصوا ماسكه ورده بتفرجكم عليها، قطفتها وانا زعقت لها قلت لها حرام نقطف الورده. بص فرح معاها ورده، يا فرح يلا تعالي. ففرح بقى عماله تشمها وتقول يا ماما ريحتها حلوه، قلت لها ماشي، قول لهم باي باي وادي لهم بوسه. جايه تبوسكم اهي. حط لها بقى لايك حلو عشان هي قمر. وانا هنا بقى بفرجكم على المركبه اللي احنا راكبينها او المعديه، والعماير اللي شكلها حلو دي ورا، وكمان السمسمه جميله قوي يا جماعه شكلها حلو. انا بقالي كتير ما خرجتش، فانا فرحانه بالخروجه بصراحه، مش هضحك عليكم يعني. والمنظر بتاع الميه كده كان عاجبني قوي، فانا حبيت ابدا معاكم الفيديو بيه وانهي الفيديو برضو بيه، لان المنظر تحفه. كده احنا خلاص قربنا نوصل بقى للبر التاني. اسيبكم على خير في رعايه الله ان شاء الله. ما تنسوش تحطوا لي لايك، وكمان تشتركوا عندي لو انتوا اول مره تشوفيني. بحبكم جدا في الله يا اجمل اخوات في الكون، والله العظيم ربنا اللي يعلم معزتكم، كلكم اخواتي. كل اخت بتعلق لي ربنا يبارك فيها ويبارك فيها وفي عمرها يا رب ويسعدها. وانا بشكركم من كل قلبي، انتوا عيلتي التانيه، وفرحانه قوي ان انتوا كل يوم بتزيدوا عن اليوم اللي قبليه. اتمنى اشوفكم كلكم على خير يا رب. سلام عليكم في رعايه الله.